عايز علاقتك ايه بالاعلام شيخ حازم؟ يعني علاقة ممتازة يا خبر طب ابيض. بتتفرج على باسم يوسف؟ انا اصلا احب خفة الدم، يعني انا انا كده، يعني انا احب الشيء اللي دمه خفيف. هو الحقيقة خسر نفسه بشدة الإيحاءات عن الشذوذ الجنسي وعن الانحرافات الجنسية وعن الأشياء غير النظيفة، خلى الناس يعني تصاب باشمئزاز. طب مش القنوات اللي بيقال انها قنوات دينيه برضو كانت بترد عليه بنفس الاسلوب؟ ما هو انا مش لازم لما اقول لحضرتك ان في عندك غباره كده شيليها تقولي طب ما انت كمان عندك غبار. طب زي بعض، انا بكلم، انا عايز ابقى كويس. يعني انا مش معنى كده بقول دول حلوين ودول وحشين ولا دول وحشين، ماليش دعوه، يعني ده موضوع قنوات دينيه، يعني المفروض ان الدين بيحكمهم اكتر ان هم يضبطوا النفس. يعني نقول لهم اضبطوا النفس ونصلح الاخطاء، والمخطئ هو المخطئ والمصيب هو المصيب. على فكره التفريق ده هو اللي هيهلكنا. مفيش حاجه اسمها اسلامي اخطأ وليبرالي اخطأ، احنا بنقول خطأ. الليبراليه نقول عليها اللي احنا عايزين، نقول ده كفر ونقول ده. طب بما ان حضرتك تحدثت عن ان الخطأ ولا يبرره خطأ اخر، حصار مدينه الانتاج الاعلامي ده كان رائع. في ده يا سلام، ده كان حصار رائع. ده رائع يا استاذه، ده رائع. ده شيء، انت عارفه احنا كنا فاضل لنا ساعه ايوه ومصر تبقى زي الصومال والعراق ما فيهاش دوله، قصور الجمهوريه تقتحم والناس بيحرقوا في بعض ويضربوا في بعض. يعني ما كانش خطأ، كان رائع. ما كانش له علاقه بالاعلام اصلا، ده كان عمل سياسي علشان يجمع الناس اللي بيقولوا لا احنا مش موافقين مصر تتحول لحرب اهليه. ده حريق القاهره بتاع سنه 52، حريق القاهرة ما يجيش حاجة جنب الحرائق اللي حصلت يوميها. احنا نزلنا لنوقف الحرائق والحرب الأهلية، وعشان مصر ما تخشش تبقى زي العراق والصومال ولبنان في السنوات اللي حصلت فيها كده. احنا كنا عايزين يفضل آل الدولة عشان نعرف ولا نصلح. علاقة لحضرتك بالحصار الثاني لمدينة الإنتاج لا الأخير ده يعني بس أنا عرفت إن الناس اللي عملوه استخدموا اسم حضرتك لاحقا ناس كويسين، ما كنتش أعرفهم ساعتها. يعني هم برضو كويسين بعضهم، لا أنا ما أعرفش الممارسة، انما انا لغايه بعد الحصار باسبوع ما كنتش عارف ده منين، بس عرفت ان كان فيهم ناس كويسين. يعني عرفت انه فيهم دول وفيهم دول، مع انهم هاجموا الاعلاميين والضيوف وروعوهم وخوفوهم. انا لا ليس عندي معلومات مع الاسف، لانه لا انا اللي دعيت ولا انا ولا حد استشارني ولا حاجه، يعني ما اعرفش حاجه عنها خالص. طيب. واصل الحكايه مش هتبقى موضه كل ما الناس تعدي من قدام الانتاج الاعلامي يبقى انا خلاص، احنا مره وخلاص. هي كانت مره